تخيل أن تحيط بحجم الشمس هالة ضوء ملونة. هل هي رسالة سماوية أم مجرد خدعة بصرية؟ الآن في قلب سماء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأخذنا ظاهرة هالة الشمس في رحلة بين العلم والأسطورة. في صباح 24 من أبريل 2025 تداول المغردون في السعودية صوراً مذهلة لحلقة ضوئية كاملة حول الشمس في سماء عسير وجازان وصبية. انتشرت اللقطات ليل نهار على تيك توك وإنستغرام لتصبح الهالة الشمسية حديث الساعة في المنطقة. تظهر حول الشمس حلقة ضوئية أحياناً وتكون ألوانها خفيفة تميل إلى الأبيض والأصفر والأحمر والأزرق. سببها انكسار وانعكاس أشعة الشمس في ملايين بلورات الجليد الصغيرة المعلقة في السحب الرقيقة عالية الارتفاع، والتي تسمى سيروستراتوس، على ارتفاع يتراوح بين 5 و10 كيلومترات فوق سطح الأرض. تلك البلورات سداسية الشكل تشتت الضوء بزاوية ثابتة تبلغ 22 درجة، فتكون حلقة كاملة أو نصف دائرة حول الشمس أو القمر. رغم ما روج من خرافات تربط ظهور الهالة بقرب سقوط الأمطار أو بنظر خاص، فإنها في الواقع لا تضمن قدوم المطر. هي فقط مؤشر على وجود سحبة عالية رطبة عابرة، وغالباً ما تسبق جبهات هوائية رطبة خلال اليوم أو اليومين التاليين، لكن لا يقدر الاعتماد عليها كنبوءة جوية مؤكدة. إذا شاهدتم الهالة يمكنكم مراقبتها بأمان عبر نظارات شمسية معتمة أو تصويرها بكاميرا محمية بفلاتر مناسبة. استمتعوا بجمال هذه اللوحة الطبيعية ودعوا العلم يشرح لكم أسرارها. يرتبط ظهور الهالة أحياناً بقدوم أمطار خلال 24 إلى 48 ساعة لاحقة، إذ تظهر السحب الرقيقة الحاملة للبلورات قبل وصول الجبهة الهوائية الرطبة. لكن لا يمكن الاعتماد عليها وحدها كنبوءة جوية، إذ يشترط تشبع الجو بالرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة. إذا رأيت هالة حول الشمس فلا تنظر مباشرة بغير حماية. استخدم نظارات شطرنج أو مرشحات أندية، والتقط الصور بكاميرا محمية أو عبر تطبيقات المراقبة الفلكية. استمتع بالمشهد وشارك صورك مع وسم هالة الشمس لنتبادل أجمل اللقطات. هالة الشمس ليست سحراً، بل لوحة طبيعية رسمتها بلورات الجليد في السماء تجمع بين العلم وروعة الطبيعة وبين الخيال والواقع. فما هي القصص التي رافقتك عند رؤيتها؟ شاركنا تجربتك في التعليقات. إذا أعجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات حتى لا يفوتك جديدنا. إلى اللقاء في رحلة أخرى بين عجيب الطبيعة.